ايه اللي بيحصل في هولندا؟ ايه اللي بيحصل في امستردام؟ امبارح في الدوري الاوروبي كان في مباراه كره قدم ما بين مكابي تل ابيب وما بين اياكس امستردام، انتهت بفوز تقيل جدا لاياكس امستردام. المشكله انه جمهور الاسرائيلي، جمهور مكابي تل ابيب، كان مستفز جدا من اللحظه الاولى. ايه اللي حصل؟ التقارير بتقول انه في بدايه المباراه خالص كان في طلب يعني من اذاعه الاستاد الداخليه ان هم يقفوا دقيقه حداد او دقيقه صمت من الجماهير والناس اللي في الملعب واللعيبه على ارواح ضحايا الفيضانات اللي موجوده في فالنسيا في اسبانيا في الايام الاخيره. لكن الجمهور الاسرائيلي قاعد يصفر ويولع شماريخ وكلام زي كده. بعض التقارير الصحفيه قالت ان ده ردا على موقف الحكومه الاسبانيه من اسرائيل في الاباده الجماعيه في غزه، وبالتالي هم ما كانوش عايزين يقفوا دقيقه صمت ولا حاجه. استمرت الازمه، خلصت المباراه، بدا الجمهور الاسرائيلي ينتشر في شوارع امستردام، لكن بدات المشكله ان هم بداوا يشتموا سواقين عرب، بداوا يهتفوا للجيش الاسرائيلي بانه يقتل العرب. بس طبعا قالوا لفظ كده مش هعرف اقوله في الفيديو، لكن الناس المتابعه اكيد عارفه يعني هم قالوا ايه بالظبط. وبداوا كمان يعتدوا على البنايات السكنيه اللي رفعوا العلم الفلسطيني ويقطعوا العلم الفلسطيني ويعتدوا عليه. في اللحظه دي بدات الشرطه الهولنديه تتعامل، لكن الحقيقه تعاملها ما قدرش يسيطر على رد الفعل. رد الفعل كان من الجاليات العربيه، من بعض الناس اللي موجوده في امستردام، ناس قالوا مغاربه، ناس قالوا عرب، ناس قالوا فلسطينيين، ناس قالوا مصريين. المهم يعني انه في ناس كانت متضايقه من البلطجه الاسرائيليه. عملوا ايه؟ ردوا بنفس القوه تقريبا ويمكن اكتر شويه. بداوا يطاردوا الجمهور الاسرائيلي في الشوارع ويسحلوهم في الارض ويضربوهم ويخلوا اللي بيعيط تحت رجليهم يصرخ ويقول فري بالستاين، يعني الحريه لفلسطين. بداوا يطاردوا مجموعه اخرى من الجماهير، وقيل ان هم الجمهور نط في النهر عشان يهرب منهم، وقيل ان الولاد اللي رموهم في النهر كنوع يعني من التكدير الاكتر والاعتداء الاكتر. مرت ساعتين 3 4 صح العلم الصبح على امستردام، الترند الاول في كل حته، الناس كلها بتتكلم. ليه؟ لانه بدات تقارير تطلع انه في مختطفين من الجمهور الاسرائيلي، في ناس مفقودين مش لاقيينهم، مش عارفين رهائن، مش عارفين خبوهم تحت السلم، مش عارفين عملوا فيهم ايه. لكن في 13 واحد تقريبا مفقود، والشرطه الهولنديه بتقول ان لقوا عدد منهم لكن لسه الباقي. الشرطه الهولنديه اعتقلت 62 واحد. الفيديوهات ماليه الانترنت، الناس كلها بتتكلم، لكن الحكومه الاسرائيليه دخلت على الخط. بنيامين نتنياهو اتكلم عن معاداه الساميه واتكلم عن اللي حصل ده ما ينفعش. الجيش الاسرائيلي يطلع بيان وتعميم على كل رجالته وجنوده وابطاله ان هم ما حدش يروح هولندا خالص دلوقتي. قالوا ان هم هيطلعوا طيارتين اجلاء من الجيش الاسرائيلي، والشباك قال الكلام ده، لكن الحكومه الهولنديه طلعت تقارير ان هي ما نزلتش طياره منهم ولسه مش عارفين. الحكومه الاسرائيليه بتتكلم عن العنف، بتتكلم عن معاداه الساميه، بتتكلم ان اللي حصل ده لازم نشوف له حل ولازم نتعامل فيه. الحكومه الهولنديه ونواب من البرلمان في هولندا بيقولوا يا جماعه في بلطجه حصلت في الشوارع وفي قله ادب حصلت في الشوارع، وبالتالي انتوا ليه سايبين القصه اللي حصلت، سايبين الفعل وماسكين في رد الفعل كالعاده. على مواقع التواصل الاجتماعي في تباين كبير جدا. ناس طبعا بتحتفل بالمشاهد، بالسحل، بالضرب، بيقول لك انه لعب دور الضحيه وان انتوا تقلبوا الايه وتختلقوا الاكاذيب والكلام ده كله ما بقاش ياكل مع الناس بعد 7 اكتوبر، ولو بلطجتوا في اي حته في العالم دي هتكون النتيجه. ناس تانية شايفه انه طبعا دي يكون ضمن حماس ودي يكون ضمن العرب ودي يكون ضمن الناس اللي في هولندا اللي اعتدوا على الاسرائيليين الابرياء وسحلوهم في الشوارع، وهم مشجعين بيمارسوا حريه التعبير وبيعبروا عن رايهم وبيقولوا انه الجيش الاسرائيلي لازم يعمل كذا في العرب، يعني فيما معناه انه يعني المهم، ويقطعوا الاعلام. ده تعبير عن الراي يعني. وبالتالي في انقسام رجعنا للايام الاولى بعد 7 اكتوبر، لكن المره دي الملعب مش قطاع غزه، المره دي الملعب بلد في الاتحاد الاوروبي، المره دي هولندا، المره دي الاهانه كانت على سمع، على مرأى ومسمع من العالم اجمع. قول لي رايك في التعليقات، شايف الازمه دي هتوصل لفين؟